ليه بتقولي كده؟ ده شرف ليا طبعا. قالت لي طيب يلا تعالي. دخلت معاها فعلا الشقة وقعدت على الكرسي في الصالة، وقالت لي ثواني وجايلك على طول. قلت لها اتفضلي. ودخلت الست تعمل لي كوباية المية بسكر، وفجأة سمعت باب الغرف بيتفتح بالراحة جدا، وساعتها بصيت لقيت طفل عمره حوالي 5 سنين وبيبصلي بكسوف، ووقتها عرفت إن هو أكيد حفيد الست. ابتسمت ليه وشاورت له يجي، وساعتها جالي وهو مكسوف وفتح ايده عشان يحضني. قعدت على ركبتي وفتحت دراعي انا كمان، وساعتها جري عليا ولف دراعه الصغير حوالين رقبتي، وساعتها بوسته من خده وقلت له اسمك ايه؟ مردش عليا وبصلي وهو مستغرب، وقرب من ودني وهمس بصوت مخيف وقال لي هتموتي قريب. اتخضيت جدا ساعتها وزادت ضربات قلبي، وبعدها اختفى الولد كأنه اتبخر بالظبط. وقفت أخدت الأكياس وهربت من الشقة بسرعة. دخلت على أصحابي وأنا شكلي متغير. لو حابين تكملوا القصة، اسم القصة مكتوب على الفيديو، وكمان في سهم تحت صورتي في الفيديو، دوسوا عليه هيدخلكم القصة على طول.